يا رب دايما في احسن حال. جايب لكم النهارده سر، او هنفتش سر ناس كده. ليه الفنانين او الناس الاغنياء او الناس اللي محققه نجاحات في الحياه بيبانوا دايما اصغر من سنهم، او بيبانوا ان هم ما بيكبروش، او بيبانوا ان هم الزمن ما بيجيش عليهم زي ما بيجي على الناس العاديه او الناس الطبيعيه. ببساطه شديده لان الناس دي لسه لحد النهارده بتلعب. واحنا صغيرين تبقى في العاب نلعبها بتطلع فيها طاقتنا. الالعاب دي ممكن تبقى مجرد في خيالنا احنا، تعمل بيوت من الصلصال، تتخيل موقف معين انت فيه وتعيش معاه، تكون ممثل بقى في مسرح في خيالك انت. وبعد كده بتبتدي الشخصية تتكون، ويبتدي الطفل اللي جواك دوت يدفن تحت حاجة تقيلة أوي اسمها الشخصية، وهي وهم كبير اللي حواليك عملهولك بحكم تجاربهم وخبراتهم هم. اللي بيفرق الناس الناجحة عن الناس الطبيعية إنها بتتمسك بالطفل دوت إن هو يعيش، فبتفضل تلعب. بس لما بيكبروا بيعرفوا يوظفوا لعبهم دوت إن هو يطلع فلوس، وإنه يعمل فلوس، وإنه يعمل نجاح. ببساطة شديدة عشان كده تلاقي الناس دي بتشتغل كتير جدا. الناس دي مش زي ما انتوا فاكرين يا جماعة، الناس دي بتبذل طاقة ومجهود كبير قوي، بس الطاقة والمجهود دي ما بيستنزفهمش زينا، زي الشغل الطبيعي بتاعنا. الطاقة والمجهود دوت بيرجع يشحنهم تاني. هات عيل وخليه يلعب من صباحية ربنا لحد آخر اليوم لعبة يكون هو بيحبها، هتستغرب هو جايب الباور ده منين، وهتستغرب هو جايب الطاقة دي منين. بالظبط هو ده اللي بيحصل مع الناس ديت. الناس دي ما بتكبرش لأن هم محافظين على الطفل اللي جواهم كويس، وعارفين يطلعوا لعبه كويس. بس الفكرة ان هم من خلال لعبه هو قدروا يعملوا نجاح لنفسهم. فعمرو دياب ما كبرش لانه لسه لحد النهارده بيلعب. الفرق بينه بقى وبين اي حد تاني هو انه استوعب النقطة دي بدري، وفهم ان لعبه ده مهم بدري، وابتدى ياخد له الخطوات العملية اللي يحوله لنجاح الناس تشوفه وتنبهر بيه بدري. اسمع الطفل اللي جواك، واعرف لعبته المميزة او لعبته اللي بيحبها، وحاول تحول لعبته دي لمكسب. هتكسب وهو كمان هيكسب. اشوفكم على خير.